انهم اهل الكرم وانهم اهل جدعنه وناس تكره الحرب وتدعم السلام وبتقف جنب اخوانها. والله يا جماعه بمجرد ما الراجل ده افاض وقال هذه الكلمات قسما بالله تم طرده نهائيا من الجزائر. ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ ايه المهزله دي؟ يعني لمجرد انه قال كلمتين حلوين في حق المغاربه يعني يعملوا عليه كل ده، يطردوه من الجزائر عشان افاض من كلام من قلبه على المغاربه. والله يا جماعه الناس دي ناس ضلاليه، وفعلا كل مره بيثبتوا للعالم قد ايه هم عالم حقودة وعالم يعني تحسد المغرب على ما هي فيه. أبسط شيء يحسدون المغرب على حب الناس. المغرب بتكسب حب الناس من الوطن العربي ومن جميع أنحاء العالم. يعني ازاي بقى واحد سعودي يطلع ويتكلم ويقول في حق المغرب كل هذا الكلام والجزائريين يسمعوا ويسكتوا ويقولوا لا احنا ما نحبش احنا الكلام ده في بلدنا، يلا من هنا على بلدك اللي انت جاي منها. اثبتتم للعالم يا جزائريين بانكم حاقدين وحاسدين وكارهين للمغاربه يعني من صميم قلبكم. بجد انتم يعني فشلتوا في كسب محبة الناس، ولكن المغرب يعني طول عمره بيكسب محبة الناس، يدعم يعني الآخرين، لدرجة ان الموقف العظيم اللي حاصل منهم لما انقذوا الامارات من الصاروخين اللي انضربوا على الامارات من ايران. ملك الامارات بنفسه طالع على الهوا فاضل سنتي ويبوس ايدين فخامة الملك محمد السادس، طالع يقول له كتر خيرك، تسلم يا ملكنا الغالي، تسلم يا عظيم، انت فعلا يعني رجل السلام، رجل السلام، رجل تخاف على اخوانك. قال ليه بقى الجزائريين ما بيخافوش على اخوانهم اللي المفروض يكونوا المغاربه؟ لان يا جماعه الناس دي ناس وحشه من جوه، قلوبها كلها سواد. وانتوا ناسيين يا جماعه المقوله الشهيره اللي اتقالت فليعلم الله مع من حشرنا في الجوار. يعني هم جيرة سوء فعلا، هم فعلا جيرة سوء. والناس دي والله يا جماعه بجد يعني متخلفين يعني متخلفين ومش عارفين يكسبوا المغرب ولا انهم يعني يكون معاملتهم مع المغاربه معامله سويه. الناس دي تكره الخير للمغرب باي شكل وباي تمن. حتى والله لو واحد مصري قال في حق المغرب كلمه حلوه يهنوه يهزقوه. تخيلوا مثلا يا جماعه في شخص على اليوتيوب كلنا عارفينه اسمه فؤاد الجزائري. فؤاد الجزائري ده يا جماعه عارفين انه هو جزائري جنسيه، ولكن شخص حقاني جدا جدا جدا، بيتابع الاخبار المغربيه ويطلع يتكلم عنهم ويطلع يهتف ليهم ويطلع يقول كلمه الحق ويطلع يهلل المغاربه ويقول فعلا انتم الاشراف، انتم اخواننا، انتم احبائنا، انتم. شوفوا يا جماعة ادخلوا على قناة الشخص ده، قسما بالله كمية تعليقات سلبية مهولة وشتايم لمجرد بس ان شخص منهم اهو، يعني انا مش هقول لكم غير جنسيتهم، منهم وفيهم وطلع واتكلم في حق المغرب كلام جميل. خشوا على التعليقات وشوفوا بيقولوا عنه ايه. بيقولوا عنه ان المغرب بتموله، بيقولوا عنه ان هو واخد فلوس، بيقولوا عنه ان هو شخصية مرتشية علشان يحسن شكل المغرب امام العالم. المغرب مش محتاجة تحسن صورتها، المغرب مش محتاجة يعني شكلها يبقى كويس ولا حاجة، ولكن المملكة المغربية صورتها مرسومة تاريخيا وعالميا وعربيا تلقائيا امام العالم. مش محتاجة انها تدي للناس فلوس عشان تكسب محبتهم، ولكن الناس بيحبوا المغرب لشخصهم ليس بالفلوس ولا الاموال زي ما انتم ما بتعملوا يا جزائريين. واولا دي سياستكم
الرشاوي والكولاسة دي سياسة الجزائريين وافتراءات الجزائريين وادعاءات الجزائريين علشان يشوهوا سمعة اخوانهم المغاربة. تحيا مصر، تحيا المملكة المغربية، يحيا فخامة الملك محمد السادس. كلنا هندعم المغرب على موقفها النبيل الشهم اللي عملته مع الامارات. وانا والله يا جماعة من موقعي هذا بقول ان المغرب لو كان بلد تانية برضو بتحتاجها ويعني هتعرض لأزمة كبيرة جدا جدا، كانت المملكة المغربية وقفت صامدة شامخة وساعدتهم في انهم يتفادوا هذه يعني المخاطر علشان يعيشوا في امن وسلام. انها المغرب بلد السلام، انها المغرب البلد التي تدعم السلام وتكره الحروب وتقف بجانب اخوانها سواء عربيا او عالميا. اشتركوا في القناه وفعلوا اختكم زر الجرس، بالله عليكم فضل وليس امرا. صلوا على سيدنا النبي.